خلينا أبدأ بحاجة غريبة شوية. أنت عمرك شفت وشك الحقيقي؟ مش في المراية. أنا أقصد وشك اللي محدش بيشوفه غيرك. في علم النفس وفي كلام دكتور أحمد كاشة تحديدا، الإنسان مش شخصية واحدة. الإنسان منقسم داخليا، والانقسام ده لو اتساب من غير وعي ممكن يدمر الإنسان وهو عايش. في كتاب الطريق للسعادة دكتور أحمد عكاشة بيقول إن كل إنسان عايش بين ثلاث صور نفسية: الصورة الذاتية، الصورة المثالية، والصورة الاجتماعية. مش اختيار، مش رفاهية، دي حقيقة نفسية. والمشكلة مش إن الصور موجودة، المشكلة إننا بقينا عايشين لصورة واحدة بس. الصورة الذاتية، أنت شايف نفسك إزاي وأنت لوحدك، مش الحقيقة، التقييم. في ناس صورتها الذاتية أقل من حقيقتها، وفي ناس صورتها الذاتية أعلى من حقيقتها، والاتنين خطر. الصورة الذاتية بتتكون من كلمة اتقالت، نظرة، مقارنة، تجربة فشل. والصورة دي لو انكسرت، الإنسان بيعيش طول عمره بيجري يعوض. الصورة المثالية مش غلط، لكنها ممكن تبقى سلاح ذو حدين. هي الإجابة على سؤال نفسي أبقى إيه. المشكلة لما الصورة المثالية تبقى مستحيلة، أو مستوردة من غيرك، أو مش شبه ظروفك. ساعتها الصورة المثالية مش بتقودك، بتجلدك. وكل يوم أنت مش كفاية، أنت متأخر، أنت أقل. نيجي بقى للصورة الاجتماعية، أخطرهم. الصورة الاجتماعية هي أنت في عين الناس إيه. الخطورة هنا مش في الناس، الخطورة لما تربط قيمتك بنظرتهم. الصورة الاجتماعية بتدي قبول، حب، مكانة، لكن بشروط. انت محبوب طول ما بتأدي الدور. خليني اقول لك حاجة مختلفة. الانسان الطبيعي قيمته موزعة على الثلاث صور، لكن الانسان المنهك نفسيا قيمته كلها محطوطة في صورة واحدة، وغالبا الصورة الاجتماعية. وكمثال على ده مارلين مونرو، اللي العالم كله صحي على خبر وفاتها في عام 1962 عن عمر 36 سنة. وسبب الوفاة تناول جرعة زائدة من أحد العقارات المهدئة والمنومة. لو هنحلل برلين تبعا لموضوع الفيديو، فهنلاقي إن حياتها كلها كانت متمركزة حوالين صورتها الاجتماعية، واللي لما اتهزت خسرت كل حاجة، حتى حياتها. أغلب الناس بقت مارلين بشكل ما: لايك، مشاهدة، تفاعل. لو جاله الصورة الاجتماعية تهتز، واللي قيمته كلها هناك يتعب. الحل مش في إنك تهدم الصور، الحل إنك توازن. التوازن يكون فيه صورة ذاتية واقعية رحيمة، صورة مثالية ممكنة تدريجية، صورة اجتماعية مش مصدر للقيمة. القيمة الحقيقية لا تستمد من الناس ولا من الكمال، لكن من المعنى. أخطر خسارة مش إنك تفشل أو إن الناس تنساك، أخطر خسارة إنك تعيش طول عمرك بصورة وتنسى الإنسان اللي وراها. اسأل نفسك النهاردة: أنا قيمتي جاية منين؟ ولو صورة وجعت، أنا فاضل. وبس كده، وأشوفك على خير. سلام.